السلام عليكم. حسب ما كتشوفوا في الوصفات اللي كنقدم انها كلها وصفات بسيطه جدا وفي المتناول ديال الجميع، ونتمنى ان هذه الوصفات ينال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيوهم وتجربوهم. ندوزو للمقادير. الا بغينا نديرو بكميه كبيره 2 لايف ديال السميده، غادي نديروهم هما نيت، نعمروهم بالماء ونزيدوهم، وغادي نديرو 2 خمارات، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او الخميره المعجونه ديال الخبز، شويه د الملحه. تنخلطوا هذا الشيء هذا مزيان. كتبان لنا بانها راها ماشي خفيفه كيف بغيناها، مازال شويه خاطره. الزلافه الثالثه كنبقاو كنضيفوها تدريجيا بشويه بشويه وحنا كنخلطوا. يمكننا نكملوها كيف يمكننا نديرو غير النص ديالها على حسب ما كيبان لنا بانها جات لا تكستور ديالها او الخفه ديالها معقوله. غناخذوا هذا الشيء كله نديروه في مولينكس ونطحنوه مزيان واحد 10 دقائق، يمكننا غير 8 دقائق تكون كافيه. وما نفرصيوش على مولينكس، يعني نطحنوا واحد شويه ونخليوها ترتاح ونعاوتاني نبركوا عليها باش عاوتاني تكمل لنا ديك 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. بعد ما كيتطحن هذا الشيء مزيان حتى كتبان لنا داك الفقاعات في الكاس ديال المولينكس. غادي نديروا هذا الشيء كله في شي اناء سوبيير ولا اللي بغينا، نغطيوها ونخليوها تختمر 10 دقائق 8 دقائق. دائما الاختمار تيكون على حسب ما كيبانوا دوك الفقاعات ولاو كثارين، كنعرفوا بانها صافي راه هي هذيك. بالمغرفه كنبقاو تنهزوا. الا بانت لنا في الخفه ديالها كيف ما باين لكم في الصوره بانها القوام ديالها مزيان، ماشي خفيفه بزاف وماشي قاصحه، باش كيجينا بغرير خفيف وزوين وبحال الشهده وكيجي مثقب وما كيجيش شويه قاصح. هادشي كله غادي ناخذوا مقله اللي خاصه بالبغرير ونديروا واحد بابي ابسوربون نمسحوه به، تنكونوا مفزقينه مع شويه ديال الزيت، يعني شي معلقه هكا الزيت كنفزقوا بها داك البابي ابسوربون او شي منيدل باش كنمسحوا المقله باش ما كتلصق ليناش. وكنبداو تنديروا داك المغرفه اللي بغينا او القياس اللي بغينا باش تجينا يا كبير يا صغيور على حسب الحجم اللي بغيتي. وان شاء الله هكذا تيبان لكم بانه ولات كدير داك الفقاعات ديالها وكيبدا كيتقب مزيان وكيجي مفشفش وزوين. ناخذوا منديل نحطوه ونبداو نديروا فيه هاد البغرير اللي تيوجد. كيكونوا متباعدين حتى يكونوا سخان، ما يمكنناش نديروا وحده فوق وحده. ملي كيبداو كيبردوا شي شويش وان شاء الله يجيكم في الشهوه ويجي زوين. الا بغينا نديروا معاه شويه د العسل والزبده، كناخذوا الزبده نديروها في المقله ونزيدوا معاه كميه د العسل اللي بغينا ونخليهم تيدفاو وتنسقيو بهم بغرير بالصحه والراحه.